اوكي، السلام عليكم. اولا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. طيب يا سيدي، شكرا. ثانيا بقى انا مش لاقي مقدمه للفيديو ده عشان انا تقريبا كده لقيت سبليمينينج جيفري إبستين في GTA بالصدفه، ولو مش عارف يعني ايه سبليمينينج فالمشهد الكام ثانيه ده هيفهمك كل حاجه. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. في الوقت بقى اللي كان فيه المشهد ده والسنة اللي نزلت فيها الفيلم اللي هي 1992 ما كانش حد يعرف مين هو ترامب في العالم غير عدد قليل قوي وفي بلده، والعيل الصغير اللي هو كان بطل الفيلم ده هو اللي كان بيسأل، ودي كانت بصة دونالد ترامب ليه. وقتها في 1992 لما نزل الفيلم ده ما كانش حد هيفهم المشهد ده، وكان هيبقى مشهد عادي طفل في الزحمة بيسأل على حاجة. إنما دلوقتي في 2026 المشهد ده بالذات بعد ملفات إبستين هتفهمها أنت لوحدك، يعني بسبب مشهد بشكل لا شعوري تماما اتحكى لك حكاية كاملة. وده مثال للسبليمينال في الأفلام، والأغلب الوقت نظرية السبليمينال دي بيستخدموها في الأغاني ودهسنها تقريبا في كل الإعلانات. المهم إن أنت لو مش عارف مين هو جيفري إبستين فهو باختصار شديد أكتر شخصية زبالة عدت على العالم آخر 50 سنة مثلا. يعني كان لمؤاخذة بتاع عياله بيعبد الشيطان واخد جزيرة كان بيعزم فيها أصحابه وبيعملوا فيها كل حاجة حرفيا تدخلهم جهنم بسرعة الضوء. وعشان ما أطولش عليك أكتر من كده نخش في الموضوع على طول. الموضوع بقى ان انا تقريبا لقيت سبليمينينج جيفري إبستين بس في GTA بالغلط، ومش في اي جزء، ده في GTA سان اندرياس اللي هي نزلت في 2004 من 22 سنة، واللي كانت بتحاكي جوه اللعبة سنة 1992. وده عشان وقتها في امريكا كان في حرب عصابات دايرة بين عصابة الايست كوست والويست كوست. المهم اني لما لقيت الشخص ده ومشيت وراه شوية لقيت ان قصته ليها جذور فضلت مكملة في السلسلة لحد GTA 4 و GTA 5، اللي هو واحدة نزلت 2008 والتانية نزلت 2013، يعني اللي هو فضل موجود ومكمل جوه احداث اللعبة لمدة 21 سنة. والاحداث اللي حصلت ما بين كل جزء فيهم هي اللي خلتني اعمل الفيديو ده. فعشان كده الفيديو ده بالذات غالبا مش هتشوف زيه في محتوى الجيمنج العربي ولا الاجنبي تقريبا، عشان جايبه من اماكن جوه اللعبة مش بتيجي على بال حد ولا حتى حد كان بيفكر ان هو يركز فيها، فكان لازم الفيديو ده يبقى حلقة خاصة جدا. فعشان كده قبل ما نبدأ ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد، ولو اول مرة تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا احمد فارس ودي حلقة جديدة من سلسلة المحقق هنعرف فيها مين هو سبليمينال جيفري إبستين في سلسلة GTA. وعشان وقتي ووقتك كنت قاعد بلعب GTA سان اندرياس عادي جدا لحد ما ملامح الخيانة في اللعبة بدأت ان هي تبان، تحديدا من بعد ما سيزر قال لسي جي ان بيجي سموك ورايدر والظابط تيمبني ومعاهم ناس من عصابة بولوز هم اللي قتلوا امه، وخلاه يشوفهم وهم متجمعين عند الجراج اللي كانوا مخبيين فيه عربية جرين سايبر. والجرين سايبر دي العربية اللي كان فيها عصابة بولوز لما خلصوا على ام سي جي، وهي الدليل الوحيد على مين اللي قتلها عشان اتشافت في المنطقة اليوم ده، ومفيش غيرها في المدينة كلها حرفيا نفس النوع او اللون. ودور ورايا عادي، انا عارف انا بقول لك ايه، حرفيا مفيش غيرها في اللعبة كلها. المهم ان سي جي اتصدم من اللي شافه، وفي نفس الوقت استنتج ان اخوه معمول له كمين من عصابة بولوز فجرى عليه عشان يلحقه. وبعدها على طول سويت اخوه بيتصاب وسي جي المفروض ان هو بيتقبض عليه، بس الظابط تيمبني بيكون خطفه وهدده بانه هيخلص على اخوه عشان يستعبده ويخليه ينفذ له كل اللي هو عايزه في شغله الشمال. ولو انت ما تعرفش قصة اللعبة ومين الناس اللي انا بتكلم عليها دي فانت ممكن تشوف ملخص قصة سان اندرياس بعد الفيديو ده من هنا، ولو بتحب الفيديوهات الطويلة وعايز القصة بالتفاصيل فبرضه ممكن تشوفها بعد الفيديو ده من هنا. المهم ان سي جي بيضطر ان هو يوافق على طلبات تيمبني من اجل اخوه، وبيتعايش مع صدمة خيانة صحابه ليه وبيمشي الدنيا. وبتدور الاحداث لحد ما بعد فترة سي جي بيتعرف على الرابر ماد دوج، والمفروض ان ماد دوج بيكون متأزم نفسيا عشان الاغاني بتاعته اللي كتبها اتسرقت من الاستوديو بتاعه، واللي سرقها يبقى واحد اسمه اوجي لوك. واوجي لوك ده بقى نجم على حساب اغاني ماد دوج اللي اتسرقت. واوجي لوك زي ما انتوا عارفين في الاساس يبقى صاحب سي جي وابن منطقته، وسي جي اصلا هو اللي كان سرق الاغاني دي اللي ماد دوج بيتكلم عليها. وطبعا كل ده المفروض ان هو حصل قبل ما سي جي يكتشف خيانة صحابه ليه هو واخوه. المهم ان في الفترة دي اوجي لوك كان اتشهر، وبيجي سموك كمان بقى زعيم عصابة معروف بعد ما خان سي جي، والمفروض ان هما الاتنين دلوقتي نجوم منطقتهم، والمفروض ان هما طلعوا في برنامج مع بعض في بودكاست على راديو في قناة اسمها WCTR. ومن هنا تحديدا انا عايزك تركز معايا فشخ. WCTR او ويست كوست توك راديو دي قناة راديو فيها برامج بودكاست كتير زي اي قناة. المهم ان اخدت سي جي وقعدت في العربية وشغلت الراديو على قناة WCTR ومستني البودكاست اللي اوجي لوك وبيجي سموك المفروض ان هم هيطلعوا فيه ضيوف. كان ساعتها على الراديو وانا قاعد مستني كان في بودكاست لسه هيشتغل اسمه ذا وايلد ترافلر، واللي بيقدمه واحد اسمه جيمس بيدستون.
فانا قلت ايش تسمعه ونشوف بيقول ايه لحد ما بيجي سموك واوجي لوك يطلعوا. المهم ان في الفاصل اللي بيعلن عن البرامج اللي جايه نيكست اللي بتتكلم كانت بتقول كده بالنص عن بودكاست ذا وايلد ترافلر. If you're into exploring exotic places and forbidden fruit, stay tuned. It's the Wild Traveler. Next. فانا اتخطفت لثانيه كده وقلت هي ايه الاماكن الاكزوتيك وايه الفوربيدن فروت او الفاكهه المحرمه اللي هي قصدها عليها دي. المهم ان انا نسيت دلوقتي بيجي سموك واوجي لوك وابتديت ان انا اتسحل مع الراجل ده. المهم ان البودكاست بدا والمقدم عرف نفسه جيمس بيدستون وعرف البرنامج بتاعه انه ترافلر وبيحكي هنا مغامراته اللي بيعيشها لما بيسافر وبتاع، وبدا ان هو يدخل في الموضوع. وبدايه القصه اللي بيحكيها كانت كده بالحرف. It was dusk, and the sun bled red over the city in Thailand as Chen brought me a sparkling water. A delicate, handsome, lovely young boy. A world of possibilities. فوقفت برضه في عقل بالي كده لثانيه وقلت ده راجل صوته بيقول ان هو سنه كبير، بيتمايز كده ليه وهو بيقول ولد صغير. فحطيت على الحته دي ريد فلاج وكملت معاه القصه اللي بيحكيها لحد ما خلصها، وبدا ان هو يجي له مكالمات. وفي اول مكالمه كلمه واحد كان بيسال عن كولومبيا وان هو عايز يسافر هناك وبياخد رايه وكده. وفي اخر المكالمه دي كان المتصل بيسال عن الاكل ايه ظروفه هناك. فجيمس رد عليه وقال له كده بالنص. Well, a lighter is the most you need to cook up food. But there's scarcely time to eat, my boy. You'll meet fascinating people, feel so comfortable you'll rip your clothes off and howl for days. Next caller. وقفل في وشه واخد المكالمة اللي بعدها من غير حتى ما يقول له سلام. وبعدها بشوية واحد اتصل بيه وقال له كده. If I wanted to be that close to my ancient ancestors, I'd be banging my mother-in-law instead of my wife's best friend. وبعد ما قفل معاه ده كان رد جيمس عليه. But some of us think a little more exotically than this. Next caller. Vamos, buenos dias and noches. If you don't smile, I won't deep. Harder! Sorry, got lost for a second. Speak. فأنا قلت في ايه؟ ده كده يبستين توك راديو مش وست كوست توك راديو. ده اسم المقدم بشكل ما شبه اسم الجزيرة بتاعته، ومن مستوى نجاسته كان باين عليه من كلامه انه بتاع عيال ورايح في اي حاجة سنها صغير. فقلت لا، هي جي تي ايه مليانة نجاسة وبالتوقع وفيها اجندة شواذ واضحة زي الشمس، بس مش للدرجة دي، مش لدرجة سبليميننج اللي بتوع عيال. فحلفت يمين بالله اني مش هحل ابن النجس ده، وهبقى اول واحد عمل سبق صحفي عن سبليميننج جيفري بيستين في لعبة جي تي ايه، وافضح الاجندة دي اكتر ما هي مفضوحة، بس المرة دي في قلب بيتها. فعملت واحدة يكتشف الغامض والمثير، ودخلت دورت وبحثت لحد ما جبت قصة ابن ده كاملة، وجبت كمان البودكاست بتاعه من غير اي اصوات خارجية، وقعدت اسمعه ويا ريتني ما سمعته. فرجع لي بضهرك واحدة كده بقى ورا، وكوباية الشاي والكحكايتين، واحدة ليا وواحدة ليك، ويلا بينا نشوف بتاع العيال ده عايز فين. جيمس بيدستون واحد من اكتر الشخصيات اللي توجع البطن في عالم جي تي اي، على عكس الحراميه وتجار المخدرات اللي بنلعب بيهم. وجيمس مش شخصيه بنقابلها او بنتكلم معاها جوه اللعبه، بس بيمثل نوع حقيقي فشخ ومظلم من المجرمين عايش حوالينا دلوقتي. قصته ابتدت في قمه الشهره في سان اندرياس في 1992 في تايم لاين اللعبه مش تاريخ اصدارها. المهم انه في اوائل التسعينات جيمس كان اسمه على كل لسان، كان المفروض ان هو سليبرتي ومعروف بالبودكاست بتاعه، وان هو بيسافر في وسط مدينه المفروض ان معظمها عصابات وفقراء ومش قادرين يسافروا ويشوفوا العالم، فبيبداوا ان هم يتعرفوا عليه عن طريقه وعن طريق البودكاست بتاعه. ودايما كان بيسوق لنفسه ان هو مكتشف عالمي متنور وبتاع، فاهم، عارف انت ايه شغل الكمايته ده، ولكن في الحقيقه هو اصلا شخصيه زباله وبيدوفايل. المهم ان هو المفروض كان خلال فتره الراديو بتاعه او فتره الفقره بتاعته في البودكاست، المفروض ان هو كان بيتكلم من اماكن بعيده زي بالي وتايلاند والفلبين، ودي الاماكن او الدول اللي هي على حسبته ان هي دول ناميه. وفي الوقت اللي كان بيمثل فيه ان هو بيتكلم عن الثقافه، كلامه كله كان عباره عن سلسله اعترافات مرعبه، وتصريحاته كانت دايما زي ما انتوا سمعتوا عن الولاد الصغيرين والاجسام الطريه. وكان لما بيتكلم عن الحاجات ديت في البودكاست بتاعه كان بيستخدم عذر ان هو فري سول وروحه حره عشان يبرر ميوله الاجراميه. ومن اشهر الجمل اللي قالها او ما معناها بالعربي: انا مش منحرف، انا مكتشف للطبيعه البشريه، ويفضل تكون طبيعه ولد صغير لابس سارونج. اللي هو فعلا ده مش كلام راجل كبير متزن نفسيا، فاهم، في حاجه غلط في الكلام. المهم ان جيمس كانت بدايته في سان اندرياس، بس نهايته ما كانتش هناك. لما بنروح لجي تي اي 4 في 2008 بيكون العالم اخيرا اكتشف حقيقه جيمس، وخلاص ما بقاش يطلع في الراديو والبرنامج بتاعه اتكنسل، وبدل ما هو كان ترافلر وبيسافر وهو اللي بيقول الاخبار، بقى هو نفسه الخبر في كل النشرات. لو دخلت في اي انترنت كافيه في جي تي اي 4 وبعد كده دخلت قعدت على الانترنت، هتلاقي ان في اخبار بتقول ان جيمس اتقبض عليه في بالي في اندونيسيا، وبنعرف ان هو اتمسك في كمين شرطه، والشرطه لقت ادله تقرف على اللابتوب بتاعه، وربطوا بين كلامه اللي كان بيقوله في البرنامج بتاعه في وايلد ترافلر القديم في سان اندرياس في الراديو وبين الجرائم الحقيقيه اللي عملها
عملها والحاجات اللي لقوها على اللابتوب بتاعه، والمفروض ان هو دخل السجن بناء على هذا. المهم ان على البراوزر في موقع اسمه freejames.org، والمفروض ان الموقع دوت بيلم تبرعات ليه عشان المفروض ان هم يخرجوه من السجن، والمفروض ان التبرعات دي هتدفع كفالة، والكفالة دي المفروض ان هي $100,000. بس طبعا بسبب الخرا اللي كان بيعمله محدش اتبرع له، وكل التبرعات اللي لمها تقريبا $23. المهم ان GTA 4 بتخلص وهو محبوس، بس لما بنروح في GTA 5 بنعرف ان هو خرج من السجن، ولكن بعد خروجه من السجن حياته فعلا كانت انتهت تماما، بقى زي ما بيقولوا كده خيال للراجل اللي هو كان عليه زمان. لو دخلت على الانترنت في GTA 5 تحديدا موقع لايف انفيدر اللي هو المفروض زي فيسبوك بس في GTA 5، هنلاقي جيمس عامل اكاونت عليه، لا واكتف كمان على الاكاونت، بيفضل يكتب في بوستات كتير، بس البوستات بتاعته كلها بقى من النوع اللي كله يأس واوهام وفاهم الشويتين دول. يعني مثلا نوع البوستات اللي بينزلها ان هو بيشحت وعايش في شقه معفنه، وبيشتكي ان العالم بقى حساس زياده عن اللزوم، وبيفضل يشحت فلوس من المتابعين القليلين اللي فاضلين له، وبيحاول يصور نفسه كضحيه لنظام قانون فاسد، وشكل ملامحه فعلا بتقول ان هو راجل متحرش. فيعني ملامحه في ناس بتبص في وشها كده بتعرف هي ايه، فاهم؟ ده تبص في وشه تقول متحرش اطفال، فاهم؟ على طول بيدوفايل تعال. المهم ان لما جيت دورت عن ليه روك ستار حطت شخصيه زي ديت تحديدا على مدار السلسله ومحدش واخد باله منها، لقيتهم بيركزوا على 3 نقط لفتوا انتباهي قوي بصراحه. اول نقطه هي النفاق الغربي، اللعبه بتتريق على المجتمع الغربي اللي بيروحوا دول العالم الثالث عشان يستغلوا اهلها تحت شعار بندور على نفسنا. تاني نقطه هي ثقافه المشاهير، والنقطه دي بتمثل ازاي الناس اللي في السلطه بيستخدموا قناع الفن او الثقافه عشان يداروا على حياتهم القذره في الحقيقه. 3 بقى اللي هو السيناريست اللي عمل اللعبه، فاهم؟ حب ان هو يعمل قصه على جنب كده ايه على نار هاديه، يعني بحيث ان هو يحسسك ان انت لسه عايش في نفس العالم مع نفس الناس مع نفس البني ادمين، بس حياتهم بتتغير بناء على افعالهم. وال3 نقط دول على قد ما هم فعلا يعني مقنعين شويه، بس انا شايف ان الموضوع اجنده، وان الكلام بيتقال ده كله اصلا تغطيه للحقيقه، وهم كده كده اصلا بيدخلوا لك الموضوع على جنب لحد ما تتعود عليه، فاهم؟ لحد ما دلوقتي شايفينه في 2026 يا صاحبي، 2026 تتحدث يعني احنا مش بعيد. كان في اللعبه من 2004 وبيحكي 1992 بيحصل يا حبيبي قدامنا دلوقتي اهو. فربنا يحفظكم ويحفظ اخواتكم وعيالكم وكل الناس الصغيرين والكبار اللي عندكم وكل حبايبكم، وعيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين. وبكده الفيديو يكون خلص، اشوفك الفيديو الجاي. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي فعليكوا على الكومنتات بقى بص انا ماشي بعلاج. وما تنساش تتابعني على انستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.